السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حبيباتي صديقاتي، مشتركاتي الكريمات. اليوم جبتكم إفطار الليلة الثانية من عاشوراء أو ليلة عاشوراء. طبعا كنا صايمين كيما البارح، قلت لكم راني نزيد نحط لكم إن شاء الله بربي إلا قدرني الليلة الثانية. هنا كنت ندير في كيما نقولوا طاجين الدولمة يعني. عفوا. دولمة عادي، دولمة يعني كيما نخدموها كل وحده وطريقتها. يعني بما اني مانيش حاطتها في القناه قلت نوريها لكم. هاي منها راني نحكي معكم ومنها راكم تشوفوا. هنا عندي درت كيما شفتوا مورسون تاع زبده مع الزيت. دائما يا البنات ننصح المبتدئات تقعدوا تحوسوا البلاط تاعكم او الطاجين تاعكم يجيكم بنين، ديروا مورسو قطعه صغيره تاع زبده. هنا درت زبده مع الزيت ذوبتها وحطيت الطرف تاعي تاع الدجاج. حمرته في ذيك شويه زيت وزبده، ومن بعد ضفت البصله مسكرفجه كيما هكذاك. تحبي تقطعيها رقيق ومن بعد في التالي تصفي الماركه تاعك. انا سكرفجت هنا باش نتفادى اني نصفيها. قليت هذيك البصله زين ومن بعد ضفت شويه قطعه نتاع ثوم. هناكم شفتوه عارفينه بلي راني مكونجيرياتو ديجا. راني نقلي فيه مع هذيك البصله والطرف تاع الدجاج وشويه زبده والزيت، نقليهم مع بعضاتهم. المعدنوس او عفوا مش المعدنوس، ان الكزبر ولا الحشاوش حنا كيما نقولوا له، ديريه في هذه المرحله يطلق لك بنه تهبل. نضفت الكركم بالنسبه ليزيبيس. ضفت شوي من الكمون شويه بركي، والزنجبيل. شوفوا يا البنات، الزنجبيل دائما يمشي لكم مع الدجاج، وين تعودي دايره بلان تاع الدجاج ديري معاه الزنجبيل. الكركم من اجل اللون دائما نقول لكم لاصوص تاعي حابتها تعود عندها لون مش شفافه. والملح طبعا وراح نقلي ديريكت. بالك تقلي لي زيبيس البنات، عفوا راح نمرق ديريكت. بالك تقليهم، هذيك المراره اللي تجيكم في لاصوص هذيك راها دائما من لي زيبيس او من كثره لي زيبيس ومن التقليه نتاعها. دائما تفادوا انكم تقلوها، والنار دائما تكون متوسطه او ناقصه باش يتقلى مليح وتجيكم الماكله بنينه. شوفوا هنايا راني مرقت، مانيش راح نكثر الماء اكثر من هكذاك. راح نغطيها ونخلي عليها حتى يطيب لي نصف الطياب هذاك الدجاج، ولا تحبي تطيبيه كامل وتحمريه في الفرن وديري تلوحي من بعد الدولمه. شوفوا هذا الفلفل اللي عندي هبل، انا نموت على الدولمه تاع الفلفل كي تكون الفلفل كيما هكذاك بومبي ومنفخ، مش هذاك الصقيور. هنا عندي مرص صغير من لحم مفروم، عندي ملح ثوم وشويه كمون وشويه مع عفوا راس الحانوت وفلفل اكحل ولا فلفل اسود وقطعه من الزبده. راح دير لك ذوق رائع. قطعه من الزبده، اللي ما عندكش ديري زيت عادي. يعطيك هشاشه للقطاره والدولمه نتاعك. هنا الروز يا البنات طيبي الروز، لاخاطش الدولمه نتاع الفلفل اصلا الفلفل راه ما فيهش الروح، راه في ساعه يطيب. وديري روز ماهوش طايب مش رايح يطيب لك. هنا ديري الروز طايب، ديري لي زيبيس تاعك هذه اللي وريتهم لك وملعقه فقط من لاشابلير ولا الخبز اليابس. هنا كانت عندي نصف بيضه درتها. الحشاوش مقطعين. وراح نحرك، راح نضيف كامل كميه الرز اللي طيبتها ونعجن. قلت لكم راح نمد لكم حشوات عديده او اضافات عديده للحم الملحي تاعكم باش يمد لكم ذوق رائع. هذه يعني وريت لكم هذه الطريقه، مره جايه راح نمد لكم طرق اخرى تتفاجئوا فيها، يمد لكم جو رائع للدولمه. اذا كان في العمر بقيه راح نحرك هذاك ونعجن اللحم المفروم تاعي والرز. كما نعرف الرز راه يمدلو طراوه ايضا، ما يجيش يابس، الدولمه تاعكم ما تجيش يابسه. الفلفل تاعي نكون قبل غسلته ونشفته زين بعد باش نحيلو الشابو تاعو هذاك والزريعه للداخل، ونعمر الفلفل تاعي وما نعمروش ياسر. يعني كي نقول لك عمري الفلفل تاعك مش تعودي دوكي 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 ومن بعد تفتح لك في الطياب، لا لا، حطيه يعني قس. يعني كيما نقولوا الفلفل معروف انه كي يطيب يتكمش وينقص، لهذا ما تحاوليش انك تعمريه ياسر.
نحي كامل الرؤوس تاع الفلفل ونفض الزريعة هذيك. تحبي تملحيه لداخل بما يجيكش صامت. لاصوص تاعي ديجا راني نحيت الدجاج ودرته في الفرن يتحمر لي بعد لي طاب، ولحت الحميصه الحمص عندي راني مطيباته دسته في الكونجيلاتور. تي الحمص تاعك مش طيب لوحيه المره الاولى مع الدجاج. لهذا انا لحته بعد لي طاب الدجاج، حبيته يعاود يتجمر فقط مع الفلفل. هذا مكان هاي افكار فقط، يعني كل وحده والفكره تاعها هي يعني الطياب كامل راهو كيف افكار وتجارب كل وحده، يعني مجربه امور كيما هكذاك نفيدوا بعضاتنا. حبيت فقط نقصر معكم. البنات يطلبوا مني اني ما نطولش عليهم، لازم دائما كل يوم فيديو، اسمحوا لي. وحبيت من هذا المنبر نشكر البنات، نشكر التعليقات الطيبة. والله كنعود نقرا فيهم نعود نقول شوف سبحان الله، يعني ربي رزقني محبة تاع عباد كما نعرفهمش. والله حتى اني ما لقيتش واش نقول لكم. والله شكرا شكرا، سواء كانوا من ولاية جلفة والله من ولايات اخرى. يعني يعجز اللسان عن التعبير في هذه المواقف. هنا كما قلت لكم راني نحط في الفلفل تاعي، النار دائما ناقصه، خلي الفلفل يتجمر ويطيب في قرضه. نشكركم ياسر ياسر يا البنات، والله ربي يخليكم ليا فقط. هنا انا حطيت الطاوله تاعي مزروبه ديجا، راني نسيت المقارف والفراشط حطيتهم كي عدنا نفطر قريب. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي السهرة كنت خدمت يعني يوم الخميس اللي فات كنت خدمت مقروط هذه المرة يعني من أروع ما يكون. من نحكي لكمش، كنت حاطت لكم من قبل الوصفة تاع مقروط فيها الفرينة شوية وسميد أملس، وقلت لكم زيد نحط لكم وصفات أخرى. هذه الوصفة روعة، سميد فقط متوسط ومن أروع ما يكون. وصفة تذوب في إيدك قدام لا تلحق فمك. إلا حبيتوني نحط لكم الوصفة هي واجدة، نحطها لكم بإذن الله تعالى، راح تعجبكم أكيد وراح تعتمدوها أكيد. من أروع الوصفات اللي جربتهم تاع المقروط المقلى. صحة أواشركم يا البنات، وربي يحفظكم ويكثر لي من حبكم ليا. وإن شاء الله يا ربي منش رايحة نبخلكم بحتى حاجة، اللي نعرفها كامل راح نعلمها لكم، راح نوريكم طريقتي في كلش. إن شاء الله يا ربي يعطينا ربي الصحة والعافية، ويعطينا فقط بركة في الوقت. كما نعرفوا رانا كامل ربات بيوت ورانا كامل نربوا في أولادنا. ربي يعطيني بركة في الوقت ومش راح نبخلكم بإذن الله. إلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.